اهلا بيكم في فيديو جديد من هبده مرتده. يجي واحد زملكاوي زي كده ويقول لك احنا عايزين بنطالب زي ما اتطبق علينا القانون السنه اللي فاتت، والزمالك اتخصم منه 3 نقط انسحاب و3 نقط في اخر الدوري، احنا عايزين الاهلي يتعامل بنفس المعامله. طب انت فين؟ يعني انت فين من المنافسه؟ يعني هو انسحب قدامك واداك 3 نقط ما تحلمش بيهم. يعني انت مثلا اقصى طموحك مثلا انك تتعادل مع الاهلي او ممكن تكسب الاهلي، لكن احتمال ان هو يكسبك ده ممكن يبقى يعدي ال 65 70%. فانت فين من الكلام ده؟ يعني احنا بنطالب بايه؟ طب ما احنا نكسب الاول. يعني هو احنا عايزين نبوظ المنافسه وخلاص؟ يعني احنا دلوقتي بيراميدز خسر ماتش و... وانت اتعادلت ماتشين والاهلي بيكسب. فانت ليه ما بتعملش زي الاهلي؟ يعني انت ليه ما بتنزل اصلا؟ يعني الاهلي قدام الحرس كسب 5 من اول دقيقه، تك جون، بعدها ب5 دقائق جون، وفضل ضاغط عشان يجيب الثالث والرابع وما يشبعش. يعني هو الخامس وكان هيجيب السادس والسابع والثامن. فهو بالتالي هو يعني هو عايز يكسب، عايز الدوري. باين قوي على اللعيبه وعلى طريقه اللعب وعلى روح اللعيبه في الملعب ان هو نازل عشان يكسب، هو عايز يكسب. فانت فين من الكلام ده كله؟ يعني انت امبارح بتضيع ماتش سهل جدا، بتضيع قبلها ماتش المصري اسهل منه. يعني اول مره اشوف المصري سيء يعني بالطريقه دي. فانت لازم اول تكسب ماتشاتك وبعد كده دور على دور على الخصم الثلاث نقط. عارف لو خصم من الاهلي 13 نقطه مش 3 بس، برضه انت هتفضل تخسر عشان تضيع 13 نقطه اللي اتخصم من الاهلي. انا مش فاهم اللعيبه دي. يعني طريقه لعب امبارح عقيمه جدا، بتلعب ب5 فلات ورا ما بيتحركوش. ما انت عايز تكسب ازاي؟ انت هتكسب ازاي؟ يعني انت هتكسب ازاي وانت بتدافع ب6 7 لعيبه؟ وبعدين اللاعيبه البنك الاهلي بتستلم براحتها امبارح، هي اخطر، هي بتروح على الجون، هي اللي بتحاول، هي اللي عايزه تكسب. تحس انه اللي هم اللي عايزين ينافسوا على الدوري، اللي هم اصلا ابعد منك بشويه. يعني هم تحت المصري كمان، يعني حتى بعد التعادل امبارح هم تحت المصري بشويه. فانت بالطريقه دي مش هتطلع لا تاني ولا تالت ولا هتاخد الدوري. يعني انت كان المفروض احنا بنحسب لها ان انت تكسب ال6 ماتشات الجايين، وبيراميدز هو وقع ماتش. يعني بيراميدز وقع لك ماتش اهو، فانت كان ممكن تاخد الدوري، لكن انت لا هتاخد دوري. بس في سيناريو غريب كده وتوقعوه مني يعني كده. بيراميدز هيخسر من سان داونز. يعني انا كنت بقول بيراميدز ممكن يحقق خماسيه السنه دي، يعني 5 بطولات سنه. لكن انا بقول لك بالطريقه دي، والاهلي اللي قاعد يضغط في بيراميدز ان انا الماتش النقطه اللي انت هتضيعها انا هاخدها بزياده. ف يعني انا اتوقع خساره سان داونز، خساره بيراميدز من سان داونز، وخساره الدوري. والدوري انا اعتقد كده، يعني لو ما اتخصمش 3 نقط كمان في اخر الدوري، ممكن الدوري جدا يعني سهل جدا ان هو يروح للاهلي. الخلاصه يا صاحبي ان احنا لا تيم ولا شكل ولا اداره ولا مدير فني ولا اي حاجه. هو فين الزمالك؟ يعني انا بروح اتفرج المفروض على ماتش الزمالك. هو فين الزمالك؟ مش ده الزمالك، مش ده الزمالك اللي احنا بنشجعه وبتطلع عينينا وبنروح ونيجي وفي المدرجات الخلاصه يا صاحبي بالنسبه لضربه الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك امبارح، يعني هي مش ضربه جزاء خالص، ما تتحسبش خالص. يعني في واحد على اشرف داري في ماتش الاهلي مدي كوع للولا، كوع واضح جدا. الفار ليه ما دورش عليها اللعبه دي؟ يعني امبارح بيرجع للعبه بعدها بدقيقتين، بيدور على اي حنكشه كده يدور عليها في ال 18 ان يتحسب، يعني الاهلي الزمالك يتعادل امبارح. لكن الزمالك لا يستحق التعادل ولا يستحق الفوز امبارح للامانه. يعني انا كنت شايف ان الزمالك يخسر امبارح، ما عملش حاجه خالص في الماتش. يعني انت بتلعب ببنتايج وناصر منسي بس، هما الاثنين دول. عواد طول الماتش قاعد بيحاول ازاي يرجع البنك الاهلي للمباراه عادي. يعني غلطات كتير مالهاش دعوه. ده في كوره جات له على ايده راح صاددها مدخلها جوه الملعب تاني، الولا كان هيجيبها. فالموضوع بقى مقرف جدا جدا. ماتشات الزمالك الواحد اللي كان بيستناها عشان بيحب الزمالك ويحب يتفرج على لعيبه الزمالك، النهارده والله انا لما بعرف ان في ماتش النهارده للزمالك ببقى مرعوب ان في تحفيل، في ضحك هيحصل على الزمالك النهارده. الخلاصه يا صاحبي احنا عايزين مش لاعب ولا 2 ولا 3 ولا 4. احنا اللعيبه دي يبيعوها في اي حته، في سوق الجمعه في اي حته يبيعوها كلها، وبتمنها يجيبوا 6 7 لعيبه على كام، على الفلوس اللي موجوده. لو في فلوس يجيبوا كمان 3 4 لعيبه، والباقي الاحتياطي يبقوا كلهم ناشئين. لكن مفيش لاعب يصلح ان هو يلعب للزمالك الا بنتايج ممكن وناصر منسي. الباقي كله بلح. هي ده الخلاصه يا صاحبي. سلام.